يا صباح الامل، يا صباح الرضا، يا صباح التفاؤل. ايه رايكم بقى في البانيه بتاعنا الخطير ده؟ حاجه كده من الاخر. عملناه بطريقه حلوه وبتتبيله لذيذه جدا جدا. وشايفين الكفر الخارجي بتاعه؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ شايفين يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله. حاجه كده من الاخر. وعملنا جنبه حبه مكرونه سباكيتي. بصوا الجمال بتاعنا بقى. بسم الله ما شاء الله. حاجه كده من الاخر. شايفين؟ بصوا كده الكفر بتاعه بقى. بصوا كده، بصوا الجمال بقى. حاجه كده زي العسل، وهم وحاجه جميله. يلا بينا كده نشوف التتبيله الرهيبه دي عملناها ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بيكم حبايبي في قناة الاكل احلى مع ولاء. النهارده هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل البانيه بتتبيلة حلوة قوي قوي. زي ما حضراتكم شايفين التتبيلة سهلة جدا جدا وبسيطة خالص ومش معقدة ولا حاجة. نسمي الاول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. مقاديري عبارة عن ايه؟ معايا البانيه ده كيلو من البانيه، او حسب ما حضرتك هتعملي، سواء كان نص او كيلو حسب ما انت عايزة. تمام. ده كده البانيه بتاعي اهو زي ما حضراتكم شايفين. طبعا البانيه مغسول وزي الفل بدقيق وملح وليمون. تمام كده، تمام وزي الفل. يبقى معانا البانيه، معايا علبة زبادي. ليه الزبادي يا ولاء؟ الزبادي عشان بيطري لي الانسجه بتاعت البانيه. تمام، بتبقى طريه معايا وحلوه قوي قوي كده وجوسي. معايا ايه كمان؟ معايا بصله مبشوره زي ما حضراتكم شايفين، بصله بنت ناس حلوه كده مبشوره. ومعايا التوابل عباره عن ملح، فلفل اسمر، شطه حسب الرغبه، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من بهارات الفراخ، ومعلقه صغيره من حبهان على قرفه انا طحناهم هنا في البيت. تمام كده. حبهان على ورق لورا، سوري معلش. ومعايا ايه كمان؟ ومعايا معلقتين من الخل وعصير ليمونه حلوه كبيره كده. تمام. ليمون طبعا ده اساسي في البانيه. تمام تمام وزي الفل. طيب نعمل ايه؟ اول حاجه هنعملها، هنجيب بقى الطبق بتاعنا الحلو ده وهنحط فيه ايه؟ هنحط البصلة الاول اهي. ادي البصلة بتاعتنا عليها ايه؟ عليها التوابل اللي قلنا عليها. بسم الله اهو. وهبتدي ايه؟ اقلب التوابل مع البصلة كده، ادعكهم في بعض. تمام. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هبتدي احط بقى ايه؟ معلقة حلوة كبيرة كده من الخل. تمام. وكمان عصير ليمونه حلوه كبيره كده. بسم الله. تمام. وهبتدي اقلب ايه؟ طبعا مكوناتي دي كده ببعضها عشان البصله مع التوابل كله يتشرب من بعضه اهو، ويعمل لي تيست حلوه قوي للبانيه اهو بالشكل ده. شايفين اهو. طيب هنزل بايه تاني؟ هنزل بقى بايه؟ بكوبايه الزبادي اللي عندي. طبعا الزبادي حابه تستبدليه بلبن مفيش مشكله، او لبن رايب زي ما يعني اللي يعجبك اهو. حطيت كده ايه؟ كوبايه الزبادي بتاعتي، وابتديت ان انا اقلبها كده في بعضها كده. تمام زي الفل. هبتدي انزل بايه بقى؟ هبتدي انزل بالبانيه بتاعنا الخطير ده. بسم الله اهو. وابتدي ان انا ايه؟ ادعك البانيه كده في التتبيله الرهيبه دي اهو. شايفين؟ هنزل كل كميه البانيه اللي عندي واحده واحده كده، وابتدي امسك واحده واحده كده وادعكها كويس، اشربها من التتبيله الخطيره دي كده. خلاويص قلبت كده البانيه بتاعنا في التتبيله الحلوه دي. هغطي بقى الطبق بتاعنا الجميل ده واسيبه. انا بصراحه الحاجه بتاعتي بحب اعملها من بالليل، تاخد وقتها يعني، وتقعد في التتبيله يعني اكبر وقت ممكن. تمام. يعني انا دلوقتي انا بعمله من بالليل، هيقعد في الخلطه او التتبيله الحلوه دي لتاني يوم. تمام. حابه انتي تقعديه مثلا 3 4 ساعات، حلوه قوي برضو مفيش مشكله. انا دلوقتي هسيبه بقى. تمام. واغطي عليه.
هنبتدي بقى نشتغل في البانيه بتاعنا ده. طلعناه خلاص. معانا ايه بقى للبانيه؟ معايا بقسماط ناعم، معايا كورن فليكس، معايا معلقه من النشا، ومعلقه النشا دي هي اللي هتخلي البانيه بتاعنا مقرمش وجميل كده. بس اهم حاجه ما تكتريش في النشا، لان لو كترتي في النشا هتخلي الطبقه اللي هي الخارجيه تفصل عن اللحم نفسه بتاع البانيه. ماشي. فاهم حاجه ما تكتريش في النشا، هي معلقه واحده كفايه قوي. ومعايا هنا بيضتين، طبعا هحط عليهم حبه صغيرين من اللبن، قيمه ربع كوبايه من اللبن كده. ومعايا هنا الدقيق. طيب اول حاجه هنحط ايه على البصومات بقى والكورن فليكس والنشا؟ هحط رشه كده صغيره من الملح، معلقه صغيره من البصل البودر. انا مش هحط توم بودر يا جماعه، انا ما بحبش لو بعمل بانيه ما بحبش احط له توم عشان ما ياخدش طعم السمك كده ويبقى جميل معايا. تمام. معايا ايه كمان؟ معايا في حب رشه من الفلفل الاسمر. تمام. وهقلب بقى كل ده ببعضه كده، كل حاجه هقلبها كده في بعضها. تمام. وهنا بقى البيض حطيت عليه رشه من الفلفل الاسمر، رشه صغيره من الملح، وربع كوبايه اللبن. هنا بقى هبتدي اجيب بقى قطعه البانيه. تمام اهو. وابتدي ان انا ايه اغمرها كويس كده بالدقيق اللي عندنا اهو، والتكه كده كويس عليها عشان تاخد طبقه حلوه. تمام اهو بالشكل ده. واروح ايه بعد كده اروح منفضاها كويس اهو. اهو شايفه عامله معايا ازاي؟ واروح منفضاها حلو واحطها في البيض تاني زي ما انت شايفه معايا بالشكل ده اهو. شايفه اهو. هحطها في البيض كده خلاص. حطيتها في البيض. هاخدها بقى على البقسماط الجميل ده اهو، وابتدي ان انا ايه اتكه كده عليها عشان يعني ايه تتغطى بالبقسماط والحاجات الحلوه اللي احنا عملناها اهو كده كويس. شايفه ادي القطعه معايا، قطعه البانيه عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله زي الفل. تمام. تمام. هاخدها بقى على الزيت على طول، الزيت بتاعي يكون سخن. هاخدها على الزيت، ما استناش شويه عشان ما ايه ما الطبقه اللي احنا عملناها دي ما تفكش مننا. هاخدها على الزيت على طول واروح. وادي واحده كمان. اول حاجه اهو هبتدي اغمرها كده بالدقيق الاول كده. تمام. وبعد ما اغمرها كويس بالدقيق هاخدها بقى ايه هنفضها حلو كده واخدها على البيض بتاعنا اهو بالشكل ده كده اهو. وابتدي ان انا ايه اخدها على البقسماط بتاعنا اهو، وابتدي اضغط عليها بالشكل ده اهو. وبعدين اخدها على الزيت بسم الله اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. هنا بقى ابتديت اقلب البانيه بتاعي بسم الله اهو. شايفين جماله بقى؟ نبتدي نحط طبقة تانية واحدة كمان اهي بسم الله. ادي التانية. عايزه اوريكم شكله بسم الله ما شاء الله، واخد لون ذهبي وجميل قد ايه. بصوا كده شكله اهو. انا مطلعاه على ورقه زي كده عشان لو فيه اي بواقي من الزيت ينزل في قلبه. تمام. وده كده شكل البانيه بتاعنا بسم الله ما شاء الله. شايفين الكفر الخارجي من بره عامل ازاي اهو بالشكل ده بسم الله ما شاء الله. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش طبعا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.